متابعين الاعزاء، سلام الله عليكم ورحمه وبركاته. طبعا النهارده اول يوم من الشهر الكريم. كل عام وانتم بخير ودايما يا رب متجمعين. رمضان كريم على الجميع. ربنا يسعد ايامكم ويبارك في ايامه الجميله ويقدرنا على صيامه، وربنا يتقبل صيامنا جميعا. احنا النهارده طبعا كانت عندنا عزومه، انا حبيت اعزم اول يوم عشان بعد كده اتعزم براحتي طبعا. فالنهارده طبعا كانت السفره عباره عن ايه؟ عباره عن مكرونه بالصلصه، عباره عن ملوخيه كانت جميله قوي، وكان فراخ عملتها بتتبيله وبطريقه جميله. طبعا سلقت الفراخ، غسلتها كويس، نضفتها طبعا وسلقتها في ميه وبصل وطماطم، وبعد كده عملت لها الخلطه الجميله اللي شفتوها حضراتكم، مع كاتشب مع صلصه مع توابل مع حبه زيت صغيره ومعلقتين ميه صغيرين وفيهم معلقتين دقيق. دهنت بيهم الفراخ بعد ما اتسلقت ونزلت بيها في السمنه والزيت. كانت بصراحه عباره عن فراخ مشويه جاهزه جميله جدا. وطبعا كانت الكفته الجميله دي اللي شايفينها حضراتكم، دي طبعا عاديه جدا، كفته عادي لحمه فرمتها مع بصل مع خضره مع توابل، توم باودر، بصل باودر، ملح، فلفل، كمون. طبعا اهم حاجه الريحان في الكفته بيدي طعم وريحه جميله، وبقوا بالشكل الجميل ده. ودي طبعا طشه الملوخيه، وما ادراك ما طشه الملوخيه، بتجيب لي 7 دور او 8 دور كمان، والطعم حكايه. اللهم بارك. كانت سفره جميله جدا، وكان الاكل منتهى الطعامه، والحمد لله، وربنا يدومها نعمه يا رب، وربنا يعود علينا الشهر الكريم بالصحه والخير يا رب والبركه. طبعا ادي المكرونه جميله، مكرونه بالصلصه جميله جدا، وهنا سلطه كمان، سلطه خضراء، ودي الملوخيه، وطبعا معانا البلح ده الطبق الرئيسي والعصير. وطبعا هنا السيرفيس ده اللي هو الفراخ جميله جدا زي اللي بنجيبها من المطاعم من بره وبناكلها، فراخ